عرض الرو اللي كان فيه حاجات كتير جدا، عودة اسكا، اصابة ليف مورجان واقول لك مدة الغياب قد ايه، وجولبرج يعود من جديد للمصارعة الحرة بعد غياب 3 سنين. اولا ليف مورجان لسه هتبني عداوتها مع نيكي بيلا. للاسف الشديد الموضوع باظ لانها اتصابت بخلع في الكتف تام وهتقعد في المستشفى لمدة 4 شهور. الإصابة دي قوية جدا ما تستهينش بيها، وده لان ليف مورجان مستهلكه. ليف مورجان اتصابت كتير جدا وكان عندها مشاكل كتير في الفتره الاخيره، ودبليو دبليو اي ما رحمتهاش، حتى دماغها اتفتحت مرتين ولا تزال بتستخدم ليف مورجان علشان الدعايه والاعلان. واللي حصل ان ليف مورجان اتصابت من حاجه بسيطه جدا، مجرد انها وقعت على كتفها اتخلع تماما لان الجسم بقى مش قادر. ايجي ستايلز بيرفع الحزام ويا سلام على الجمال وهو رافعه، لايق عليك والله يا كينج. بس يعني انت لايق عليك لقب العالم الحقيقة اكتر من لقب القارات بكل تأكيد. بيلي تبدأ عداوتها مع بيكي لينش، والعداوة دي أنا منتظرها الحقيقة، وأتمنى أكون إن هي على لقب القارات بشكل قوي جدا، وعارف إن بيلي هتأدي بالشكل المظبوط. ربنا يستر من بيكي لينش. تعود اسكا من جديد، يا مرحب بالامبراطوره. انا مبسوط جدا باسكا، وعملت مباراه هايله الحقيقه وكسبت وتاهلت لنص النهائي ملكة الحلبة. ومش عارفين هتتقدم مع أليكسا بليس ولا لا، غالبا أليكسا بليس هي اللي هتكمل. عودة جولدبرج. جولدبرج بيعود ويتحدى جونتر في ابتسامة من جونتر. على فكرة كل واحد كان بياخد جولدبرج جد، لكن جونتر الوحيد اللي واخده باستهزاء. ويا ريت يا معلم تكمل استهزاء، انا ابقى فرحان لك جدا. المهم ان انت تحتفظ بلقب العالم الوزن التقيل، عشان جونتر تم التحدي من جولبرج عليه وقال له جولبرج انا مش ناسي ان انت احرجتني في عرض باد بلاد اللي كان في شهر 10، وانا اللي حصل في جورجيا هخليه ينتهي في جورجيا في عرض ساتردي نايت مين ايفنت يوم 12/7. مش مهتم، انا اهم حاجة عندي بس ان جونتر يحرز المكسب، ويا ريت الماتش ابو 3 دقايق يخلص عشان جولبرج سبير جاك هامر ويقلب وخلاص على كده. جي اوسو ايت بيكسب مباراة ملك الحلبة في التصفيات وهيقابل كودي رودز، واللي فعلا انقذه من ايد سيس رولينز في مشهد مهيب. والمباراة حصل فيها تدخلات كتير، بس الحقيقة جي اوسو هيخسر من كودي رودز. كودي رودز شكله في النهائي ملك الحلبة.